وما تكلميش الشرطة. أمه اتصدمت لكن قالت يمكن متوتر أو تعبان من العلاج. في الليلة دي الجيران في الأوضة اللي جنبه قالوا إن هم سمعوه وهو بيتكلم في نفسه وبيقول حاجات زي هم هنا محدش يكلمني، هم عايزين يقتلوني. تاني يوم راح للدكتور عشان يطمن على ودنه وقال له كل حاجة تمام، ممكن تسافر النهاردة. راح المطار، دخل أوضة الكشف اللي بتكون قبل البوردنج، وبعدها فجأة خرج جري من الأوضة وهو مرعوب. كاميرات المراقبة صورته وهو بيجري حافي من غير شنط، عدى البوابة جري ناحية سور المطار وعداه فعلا. بعدها دخل الغابة اللي ورا المطار ومن ساعتها اختفى. الشرطة لقت شنطته، الباسبور بتاعه، الموبايل وفلوسه وكل حاجته، بس مفيش أثر للارس. اتعملت حملات بحث، كلاب بوليسية، طيران، بس مفيش ولا حتى أثر بسيط لوجوده. في ناس قالت إن كان عنده اضطراب نفسي بسبب الأدوية أو الصدمة، وناس قالت إنه اتخطف، وفي اللي قال إنه شاف حاجة خطيرة وكان